قبل ينتهي الدوري يمكن شهرين بدأوا يستقطبوا اللاعبين. والله المفروض كل الانديه تسوي يعني تسوي هذا الشيء، يعني اللاعب وخاصه اللاعب الجيد، يعني شوف الانديه كلها تريد تاخذ هذا اللاعب، فخوش خطوه سووها يعني نادي الجويه انه يجيبون لاعبين قبل الانديه الباقيه. نتمنى يجيبون احسن اللاعبين بالعراق. بالمناسبه يعني محمد قاصد قبل ان ندخل البرنامج كان لي اتصال وياه، يعني هو كان مصر انه ينقل لنا الاخبار اول باول لبرنامج هاف تايم كاخبار حصريه. اي اخبار يعني مثلا؟ اخبار يعني توقيع العقد. وقع هو الان في طريقه الى قبرص، وان شاء الله يعني ساعات قليله ويوقع العقد ان شاء الله في نادي قبرصي اسمه ايض كنيارس. هو سابع الدوري وبطل الكأس في قبرص. والله ابو جاسم يستاهل، يعني يستاهل ابو جاسم، يعني ما شاء الله عليه. شفت المستوى اللي قدمه ببطوله القارات وهي قبلها يعني بطوله الاسياد كنتوا يعني تحاضر انت. شفت المباريات اللي قدمها محمد قاصد، قدم مستوى طيب، واتمنى له الموفقيه وتحيه اوجهها له من البرنامج انه مبروك. ولا هو زعلان عليه، ما قال لي هسه انا اعرف من عندك. لا هو يعني اصلا يمكن قال بس الهاف تايم راح نعطي هذا الخبر. يعني هو طار هسه القبرص، لما يوقع خليه خبر ان شاء الله راح يوقع يعني خلال الساعات الجايه ان شاء الله. الله يسهل ان شاء الله. ايضا من الانتقالات بس مو اكيده حتى ما ياخذوها علينا. الامانه دعم صفوفه بخبر سمعناه، يعني مو اكيد 100% لكن يعني 80 يمكن بالمية. احمد عبد الجبار في طريقه لنادي الامانه. احمد عبد الجبار بدهوك هو يلعب. انا تمنيت يروح للزوراء احمد عبد الجبار، يعني مع احترامات النادي الامانه، نادي الامانه فريق كبير، بس هو احمد عبد الجبار يعني يلوق النادي الزوراء. واكو لاعب ايضا مميز جدا بالدوري في طريقه انه يوقع العقد يمكن باكر لو اكبر ايضا في نادي الامانه. منو؟ ما راح نقول لا. ليش؟ راح قد ما تكون الشغله رسميه بناء على طلبه. باكر يوقع؟ ان شاء الله. انت تقول بس الهاف تايم بيقول بس برنامجك، انت برنامجك اثنين شلون ننتظر احنا شلون؟ انتظروا الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله راح نخصصها للانتقالات ان شاء الله، مو الاثنين الجاي وراها. قول الو علاء. الو. قول الو بعد. الو. شلونك حبيبي؟ هلا حبيبي علاوي، شلونك؟ شلون عرفتني؟ مبين ذاك، مبين صوتك. شلونك؟ علاوي اخبارك؟ الله يخليك، شلونك انت؟ ان شاء الله زين. الله يخليك. ثانية شلونك حبيبي؟ علاوي علي صلاح، مرحبا بيك. شلون اخبارك؟ زعلني. اني؟ ايه مزعليك بس علاء دخل واسطة. اخبارك حبيبي؟ انت شلون امورك؟ الله يخليك، شو اخبارك انت؟ بشرنا. والله الحمد لله والشكر. طبعا انتم منورين على الشاشه. الله يخليك. الله يخليك حبيبي. واتمنى لك التوفيق على هذا البرنامج مالتك الحلو، واحنا حتى تواجدنا خارج العراق متابع هذا البرنامج الحلو. الله يسلمك. مكانك خالد كان هنا المفروض، بس انت ما اعرف. لا الا صالحني بعشاء كثير يلا اجي البرنامج. انا اعزمك علاوي. علاء موجود. علاوي حبيبي. وين تريد اعزمك باي مطعم؟ ويا صديقنا رسمي. اقول لك صدق ايش عندك تروح لك رسمي دائما؟ كل خميس. كل خميس شو تسوي؟ بعدين اقول لك ورا حلقه. ورا حلقه يقول لك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون من نصيبه. علي شنو اخبارك؟ والله استاذ هيثم يعني احنا تعرف جينا اجازه وبين الاهل والاصدقاء هاي الفتره، وعندنا عروض يعني ندرسها ان شاء الله. يعني هاي الفتره القريبه المقبله نحدد وجهتنا الاحترافيه المقبله ان شاء الله. ايش عندك اخبار عن علاء زودنا بها؟ والله انه بيزعل. سولف. ما ازعل. على شنو ازعل؟ ما يزعل ما يزعل. علاء طبعا هو كانسان يعني انسان يعني الله يحبه، لكن انسان يعني مؤدب وخلوق. الله يسلمك. له التوفيق بحياته المهنيه وحياته الرياضيه. هاي نعرفها علي، هاي كلنا نعرفها. احنا نريد الاشياء اللي هاي تبغى تخربنا. اذا ما تحكي هو راح يحكي. والله علاوي اتمنى يعني
هو انا يا احنا نريد ندور على بنت الحلال ونرتبط معها. هاي راح يحكي لنا عليها ان شاء الله بالدقائق القادمه ان شاء الله. ان شاء الله ما تتزوج تلعب. توفيق ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك. اتزوج انا اتزوج على غير عشان اتزوج شوي. ان شاء الله بنفس اليوم. ان شاء الله. ان شاء الله خير. اتمنى لك كل التوفيق حبيبي. حبيب قلبي. حبيبي علي، شكرا جزيلا، مع السلامه. ما حكى لنا علي عن الاسرار. احكي لنا انت شنو يعني دائما انت تسوى لا علاوي المطعم يعني والخميس ما اعرف شنو. علاوي يعني انا اسميه اللاعب المظلوم. صحيح. يعني شفتوه علاوي يعني من احسن المهاجمين الموجودين بالعراق، بس اللي هسه ما خذ فرصته مع المنتخب الوطني. يعني نتمنى انه يجي مدرب انه يعطي فرصه لعلاوي، يعني علي يعني قلت لك انا ما اتوقع، بس علاوي اتوقع له انه يكون المهاجم الاول بالعراق ان شاء الله، ويستاهل ان شاء الله. ان شاء الله. وهو كانسان يعني انسان ما ينوصف، يعني ما شاء الله عليه، قلبه طيب واخلاقه عاليه. اتمنى انه يبقى هيك دائما ان شاء الله. راح نحكي عن تجربتكم مع الكابتن ناظم شاكر مباراتين وديتين مع فلسطين، لكن خلينا نروح ونشوف لقاءات لكادر الرياضيه العراقيه قالوا عن الدوري العراقي وعن مباراه النهائي. نتابع. الموسم الخامس. عن من نشجع اليوم؟ انا اليوم لا تقول لي انا اشجع الفريق، لا اريد واحد. انا اشجع العراق. نعرف احنا كلنا عراقيين، من نشجع؟ من يخلص البرنامج اقول لك. لا اريد هسه. لا تحرجني ايضا. ما الا نحرجك فيه. قلت لك اشجع العراق. اصفر وازرق، احكي لي اياها باختصار. اني راح اميل للازرق لان اشجع الطلبه. كل ما يسوي لقاءات خابر. انا خابر على نعيم صدام، اريد اخذ ضيف. شوف الضيف هسه. هاي يوم نهائي والنجف واربيل. ايش تقول؟ من راح يفوز؟ والله هيثم الصراحه نحكي لي قدام انه الفريقين اربيل قدم مستوى رائع حال الموسم الماضي، لكن النجف يعني الحقيقه يعني شلون نقول حصان الاسود لهذا الموسم، وقدم مستوى قادم بقوه. يعني ما اعرف، يعني اعتقد هذا الجمهور الحاضر جمهور النجف راح يكون عنصر مساعد، يعني حسب ما اتوقع بفوز النجف باذن الله. قلبك المن يمين. والله مو شغله طبعا بالتلفزيون هسه احنا مشجعين. من جاي الملعب من نشجع؟ والله ما اقدر اقول لك، لكن يعني اعتقد ان الكفه اليوم طاخ له فاتح ازرق له اصفر. لا توقعاتي انه الكفه للنجف. علي عبد الكريم شلونك؟ حبيبي هيثم. تمام الجو؟ لا بعد شوي. نحكي على نهائي الدوري، يعني انت فتره طويله غطيت الدوري، شو تقول عن الدوري؟ والله هو دوري ممتع وامتع الجماهير وامتعنا بصراحه احنا اكثر. نتمنى ان الدوريات القادمه تكون اقوى واشد من اكثر منافسه، يعني تسعد جمهورنا هذا. من راح يفوز؟ اليوم؟ والله شو يقول انت؟ دائما احساسك ما يخيب، كل ما نروح عليك الملعب تقول لي هذا الفريق راح يفوز. ما اريد اقول احساسي صديقي، ما اريد اقوله. اتوقع اربيل، بس اتمنى النجف. معلومات تاخذها من الحكم؟ اي شويه مباراه نهائيه ومهمه، وهيثم صدتنا انت طبعا، الكواليس مالتك ما تنتهي. اليوم ايش راح تقول؟ اذا فاز النجف اذا فاز النجف ايش راح تقول؟ واذا فاز اربيل ايش راح تقول؟ والله